ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده لعشاق الشوكليت هنعمل ماربل كيك بالشوكليت. هتعجبكم جدا وهتظبط معاكي على طول. محتاجين كوبايه دقيق، معلقتين كاكاو كبار، نص كوبايه لبن، ربع كوبايه سمنه على زيت، 3/4 كوبايه سكر، معلقتين زبده كبار، معلقه بيكنج باودر كبيره ورشه ملح، بيضتين وعليهم معلقه فانيليا، معلقتين لبن ومعلقتين قشطه، وشوكليت خام او بسكر 100 جرام. هنبدأ ناخد البيض والفانيليا هنحطهم في الخلاط، عليهم السكر، عليهم السمنة والزيت، ونضرب كويس. اضربي كويس قوي لحد السكر ما يدوب خالص، وجربي كده شوفيه. لو مش دايب اضربي تاني. هناخده بقى بعد ما اتضرب كويس ننزله في بولة. ده القوام بتاعه. بعد كده هناخد كوباية الدقيق وهننخلها عليه كده كويس، ونحط البيكنج باودر والملح ونقلب بمضرب البيض اليدوي بالطريقة دي. بعد كده هناخد نص كوباية اللبن نسخنها قوي قوي، ونحط عليها معلقتين الزبدة الكبار لحد ما تسيح، ونحطها على الكيك بالطريقة دي لحد الكيك بقى. قلبي كويس لحد ما يبقى بالقوام ده. كده هقسم الكيك في طبقين، وهاخد معلقتين الكاكاو عليهم معلقتين لبن واخلطهم كويس واحطهم على طبق من الاتنين. يبقى عندنا طبق كيك فيه فانيليا والتاني فيه كيك شوكليت. القالب بقى بتاعنا مقاس 20، مبطناه ورق زبدة. هتاخدي بقى بكبشتين كده، كبشة فانيليا كبشة شوكولاتة. هتكرري كده لحد ما تخلصي الكمية كلها، حطيها كلها في قالب واحد. أنا عملت مقدارين، مقدار عملته بسمنة على زيت ومقدار عملته بزيت بس. الاتنين طلعوا أحلى من بعض، فأنتي براحتك تحبي تعملي بسمنة وزيت أو زيت. بعد ما خلصت بخشبة كده وتعملي خط طولي في القالب وتدخليه الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 40 دقيقة لحد ما طلعت بالشكل ده. طلعتها من القالب وسبتها تهدى شوية، وأخدت بقى معلقتين اللبن والقشطة سخنتهم قوي وحطيت فيهم الشوكليت ساحت، وبعدين زينت الكيك من بره بالشكل ده. هتعجبك جدا وسهلة وبسيطة، وزي ما بقولك هتطلع مظبوطة معاكي خالص. حطي بقى شوكليت على الجناب كده، وانا دخلتها التلاجة نص ساعة لحد ما الشوكليت تتماسك، وبعدين تقطعيها. طلعت بقى من التلاجة بقت كده. ابدأي بقى تقطعيها وبألف هنا. وده النوع التاني اللي هو بالزيت، وده شكلها من جوه اهي، وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.